ماذا بعد كل هذا الزخم؟ سؤال مشروع يتطرق إلى الأذهان مع مراقبة صور المقاتلات المتزايدة في الأجواء السورية. سؤال طرحته الصحافة البريطانية بكثافة فور الإعلان عن انضمام البلاد إلى خط المواجهة الجوية في سوريا. رئيس الحكومة البريطانية والذي دفع بالطائرات البريطانية إلى سوريا استبعد فرضية التدخل البري، مشترطا قيام التسوية السياسية أولا، شروطا لا يبدو أنها قد تدوم طويلا على حالها، فحين يعدل المايسترو من اتجاهاته على العازفين أن يتبعوه. هل كانت تصريحات جون كيري مفاجئة أم خاتمة لتمهيدات سابقة؟ ففي تصريحاته والتي أتت بعد ساعات فقط من أول غارة بريطانية في سوريا، أكد الوزير الأمريكي على استحالة هزيمة داعش من الجو. النصر، قال كيري، لن يتحقق من دون قوات برية، قوات سورية أولا وعربية سنية ثانيا. باقتضاب فسر كيري ماهية القوات السورية ملمحا إلى تعاون بين مسلحي المعارضة والجيش، ولم يربط هذا السيناريو برحيل الأسد. أما ماهية القوات العربية والتي باتت مطلوبة وفق تصورات واشنطن الجديدة للسيناريو السوري فبقيت من دون تفسير. مصادر مسؤولة أمريكية لم تفصح عن هويتها قالت إن ما تريده واشنطن هو قوات برية من دول ومجموعات تعرف الثقافة والتضاريس وتملك القدرة والدعم على الأرض. تحت تعريف مشابه وقبل أيام فقط أعلن البنتاغون عزمه الاستمرار في دعم القوات الكردية على الأرض. في تلك التصريحات والتي كشفت عن نوايا واشنطن إرسال قوات خاصة إلى العراق وسوريا، شدد المسؤولون الأمريكيون على ثقتهم بالأكراد كطرف أثبت قدرته على تحقيق النصر ميدانيا، إلا أنها معادلة تنقلب رأسا على عقب مع تغير طاولة الحسابات والتكتيكات. ففي الرياض، والتي بات من المؤكد انعقاد مؤتمر للمعارضة فيها، بات من المؤكد كذلك غياب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكري عن طاولتها. المؤتمر الذي يعقد الأسبوع المقبل دعا إلى طاولته 15 ممثلا عن فصائل مسلحة، ليس بينهم الأكراد الذين تصر أطراف معارضة على اتهامهم بالقتال إلى صف القوات الحكومية، إلا أنه جرم بات أمرا غير مرفوض في حسابات واشنطن، وعليه ستحمل الأيام المقبلة على الأغلب مزيدا من التفسيرات والتعديلات على مواقف سابقة قد ترسو فرنسا وغيرها فيه على بر وسط حيرة بين سيناريوهات التدخل البري وأشكاله.